واحد اتنين تلاته. الأمير. كرامة المصري. واحد اتنين تلاته. الأمير. لو بتحبوا البلد دي خلي عيونكم عليه. عبد الجد تلاقينا شايلين روحنا في ايدينا، حالفين للي يعدينا. بلدي ولادي كريم، بلدي الود بودي، احضن ترابك بيدي، واشيلك جوا عيني. اصلي غالي عليا. مشترك في دوري الكرة النسائية الدوري الممتاز. تمام. ومجموعتهم خلي ايديكوا في ايدينا يا مصري. واحد اتنين تلاته. الأمير. احنا شايفين حاجة جديدة على اهالي تمال الامديد. ايه اللي احنا فيه دلوقتي ده يا حاج محمود؟ يعني الملعب ده انا شايف فيه عناصر نسائية، وحاسس كده ان فيه فريق من البنات، صح كده ولا انا؟ فريق كرة نسائية ومشترك في دوري الكرة النسائية الدوري الممتاز. تمام. ومجموعتهم المجموعة بتاعتنا الأباري في اسكندرية وشباب السنبلاوين. تمام. وصيد المحلة ونادي الأمير اللي هو بيمثل تمال الأمديد ومركز تمال الأمديد. تمام. إن شاء الله والدوري بتاعهم هيبدأ 21 الشهر ده؟ 21 نوفمبر إن شاء الله. تمام. ودي بمجرد بداية، يعني إن شاء الله أنا متوسم فيهم كل خير، ويدوا صورة طيبة لبنات ومركز تمال الأمديد. تمام. والدكتورة سحر الهواري عضو اتحاد الكرة المصري ورئيس اتحاد الكرة النسائية وغنية عن التعريف، بتتابع يوميا تقريبا النشاط اللي هنا، ومتحمسة جدا، وفي كل المنتديات والمؤتمرات بتجيب سيرة نادي تمال الأمديد ونادي الأمير. بتقول لهم إن عندي فرقة كرة نسائية من الفلاحين تمال الأمديد. فربنا يسهل الأمور، يعني احنا معاهم بنبذل مجهود معاهم، والولاد في منتهى الرغبة والنشاط في إن هم يمارسوا لعبة كرة القدم. أي حاجة فنية بقى اسأل كابتن داوود. كابتن، أنا بدايتي كانت شغل في نادي المنصورة. نادي المنصورة طبعا محافظة كبيرة. أنا عايز بس تعرف نفسك للناس اللي بيشوفوك. معلش يا كابتن. أنا داوود نصر، لاعب نادي المنصورة. تمام. لاعب منتخب مصر، لاعب منتخب العسكري، وحاصل مع المنتخب العسكري على بطولتين، بطولة أفريقيا في غينيا وبطولة كأس العالم في كرواتيا، ومدرب حاليا. مدرب نادي الأمير. نادي الأمير حاليا، ومدير قطاع نادي شباب نادي الأمير. تمام. طيب كلمني بقى على الفريق نادي الأمير الرياضي، هتسموه بقى نادي الأمير الرياضي كرة بالظبط كده. اتفضل. فبكمل كلام حضرتك. فموضوع الأرياف هنا فعلا حتة إن أنا أقيم نادي وأدخل في درجة رابعة دي غريبة، ولكن مش صعبة، مش مستحيلة. فبالتالي انا ممكن اعمل قطاع، ممكن اجهز فرق، ممكن اشترك، هتبقى بالنسبه لي زي اي نادي محافظه. طيب المشكله في الانسات. تمام. الكلام ده انا ما شفتوش في نادي المنصوره، يعني كان غريب، يعني مش موجود في نادي المنصوره. وزي ما حضرتك بتقول لما يبقى متواجد كمان في قريه في ريف بتبقى الصعوبه اكتر، وتبقى اصعب، بتبقى الصعوبه اكتر، بيبقى صعب علينا جدا ان احنا نقنع اولياء الامور. تمام. واللعيبه ذات نفسهم، وكمان الامكانيات، كمان الملاعب مش مهيئه. الامكانيات الماديه برضو الحاج محمود وعدنا ان شاء الله مش هيبخل عليهم باي حاجه، بل بالعكس هيعملهم احسن من اي نادي كويس. تمام. فاحنا بنبذل باقصى مجهود، بنقعد معاهم، بنتكلم معاهم، بنحاول نوصلهم لحته الاحترافيه، لحته الاحتراف،
ان انت مش في مركز شباب، ان انت مش بتلعب في شارع، لا ده انت مقيد في نادي، مقيد في اتحاد، وليك دوري وليك بطولات وليك لائحه وليك كل حاجه. يعني انت زيك زي، حتى بقول لبنت في غرفه الملابس دلوقتي، بقول لها انت هتبقى مسجله زيك زي ابو تريكه في الاتحاد يا بنتي. تمام. يعني انت مش غريبه، يعني مش حاجه صعبه، انت هتبقى مسؤوله. تمام. هيبقى ليكي اتفضل كمل. هيبقى ليكي اسم، هيبقى ليكي وضع تاني خالص. تمام. فاحنا ان شاء الله قادرين ان شاء الله ان احنا نطلع من الامير باذن الله فرقه نسائيه تشرف باذن الله النادي والحاج محمود طبعا باذن الله. تمام. طيب انا ممكن اكلم اي حد من اللعيبه الكباتن اللعيبه اللي في نادي الامير الرياضي من البنات الجمال اللي بيمثلوا نادي الامير الرياضي من العنصر او فريق السيدات او الانسات. انتوا طبعا شرفتوا نادي الامير الرياضي وشرفتوا منطقه ماء الامديد، وشيء مشرف ان احنا نشوف بنات زيكم كده بتلعب لفريق نادي الامير الرياضي، صح كده؟ صح. احنا طبعا في مجتمع ريفي، بس الخطوه اللي انتوا بتعملوها تعتبر خطوه على طريق الصح. مش عايز حد منكم، انا عايز حد يتكلم. يعني انت منين؟ انا من تماي. من تماي. انت جيتي ليه بقى تلعبي في نادي الامير الرياضي؟ جيت عشان العب. مش حاسه ان انت ممكن حد مثلا يقول انت بتلعبي لفريق ولا كده يبقى فيه احراج؟ اكيد كلهم بيقولوا كده. طيب انت احنا بنات ما ينفعش دي لعبه، هم كلهم معتقدين ان دي لعبه اولادي. بس انت كلمه توجهها بقى للبنات اللي في سنك ان هم يجوا نادي الامير ويمارسوا، لان من حقك انت تمارسي الرياضه، لان في فرق عالميه زي ما انت عارفه وانديه هتلاقي نفسك انت بتلعبي مع فريق زي بنت مضاده ليكي او في فريق منافس ليكي، او شيء عادي في مصر معترف بيه وليه اتحاد كبير، صح؟ صح. طيب انت منين؟ من كمال. من الكمال. جيتي تلعبي هنا. وانت منين؟ انا من هنا من كفر. من كفر الامير. اسمك ايه؟ اسمي منار. منار. اللاعبه بقى اسمها ايه كابتن؟ هناء. من تماي. وانتي؟ مي من تماي برضه. مي من تماي. طب انتوا يعني تقولوا لزمايلكم اللي بيشوفوكوا دلوقتي في البرنامج تقولوا لهم ايه؟ مثلا كل بنت عندها حريه عايزه تلعب يعني تحب الرياضه وتلعبها يعني. تمام. زي كرة القدم، اي العاب تانية. انا واحده عايزه تلعب بس انتوا بتساعدوا نادي كفر الامير، والنهارده انتوا بتلعبوا كرة قدم. ممكن بكره نلاقي فريق كرة يد. اسمك ايه الاول؟ رحمة عوض. رحمة عوض. ممكن بكره نلاقي فريق كرة يد، كرة سلة، صح كده؟ بس انا عايزكم تلفوا عشان الشمس كده، معلش تور عشان الاضاءه. طيب انا يعني انتوا بتحلموا بايه؟ يعني انت بتحلمي بايه في نادي الامير الرياضي؟ بلدي اجمل جميله بعيون سودا وكحيله، بلدي كريمه واصيله لو دق ابوابها انت اسمك ايه؟ نيرة ماهر. نيرة ماهر. منين يا كابتن؟ من كفر. من الكفر الامين. جيتي تلعبي كرة قدم. انت بقى بتلعبي ايه ولا لسه ما عرفتيش؟ انت بتلعبي خط شمال، لا هجوم، لا الكلام لسه يعني. انت ايه رايك؟ انت اسمك ايه؟ فريال السعيد. اسمك ايه؟ فريال السعيد. كابتن فريال. انت منين؟ من تماي. من تماي الامديد. طب تقولي ايه لزمايلك بقى اللي بيشوفوكي؟ خليهم يجوا يتمرنوا معانا، كل واحد برغبته طبعا، عاوز يجي ما يجيش وحود. لا بس الرياضه للجميع. ماشي يا رياضه صح. للجميع، هو كل واحد برغبته. انتوا حاسين ان انتوا خلال ايام كده او خلال شهور هنشوفكم في التلفزيون بتنافسوا الفرق كده وتبقوا تشرفوا تمال امديد؟ النهارده هم زي ما انت بتقولي هم بيتريقوا عليكي بس او بيضحكوا عليكي، او لان المجتمع بتاعنا زي ما انت عارفه ان هو ريفي، صح يا كابتن؟ بس انت دلوقتي انت اللي هتجبري الناس فيما بعد ان هم يحترموا اللعبه، وهتلاقي انت الكابتن بتاع الفريق واقدم واحده هنا، انت وهي. فالتجربه اللي انتوا بتخوضوها دلوقتي ديت تجربه تعتبر في ريفنا تجربه فريده من نوعها، صح كده؟ مش عايزكم تتكسفوا، انا عايزكم ترفعوا اسم نادي الامير، ولو رفعتوا اسم نادي الامير الرياضي يبقى انتوا كده كلكم هترفعوا اسم البنات اللي في سنكم، وان انتم مش خايفين وما بتتحرجوش، وتشرفونا كلكم في المراكز المتقدمه. وطبعا في اتحاد ليكم، وانا عايزكم كمان شهر ولا 2 اجي اصور معاكم هنا وانتم في قلب الملعب وعاملين تقسيمه كده وما تخرجوش من اي حاجه. ماشي يا كابتن؟ انتوا ايه رايكم في اللي بيحصل؟
كنت عايز تقولي ايه؟ عايزه اقول ان كل الابهات طبعا رافضين ان احنا نلعب، لان ده مجتمع ذكوري، كلهم عايزين الولاد اللي يلعبوا. يعني احنا لو سافرنا مثلا بره مش هيرضوا، لو ولد اخويا مثلا هيروح. تمام. مش عارفه هم رافضين اصلا الحكايه خالص. طب انتوا هم يرضوا، احنا زينا. طب انتوا برضو توجهوا للبنات اللي بيشوفوكوا عبر برنامج منديس مباشر منديس، ان انتوا ما انتوا بتلعبوا وما حدش يعني انتوا لوحديكوا، واكيد الكاميرا زي ما انا سلطت عليكم الضوء كده والكاميرا، اكيد ان انتوا لما تلعبوا في ماتشات كبيره اكيد اللي هتلاقي بقى المعلق يقول لك كابتن اميره معاها الكوره ومش عارف زي ما بيحصل كده. ايه المشكله يعني؟ ده عادي، ده مش حقكم ان انتوا تمارسوا الرياضه وتمارسوا حريتكم بس باحترام في مجتمعنا. انا شايفكم كلكم زي ما انا شايفه محجبات وبتلعبوا، ما حدش فيكم سايب شعره، صح الكلام؟ صح. ويعني عادي لبسكم محترم، ايه المشكله يعني؟ في ايه؟ عادي. والابهات انتوا مش حاسين ان في اهتمام هنا في النادي؟ اتفضلي. احنا زينا زي الولاد. تمام. ماشي. تمام. مش في كل حاجه الولاد متميزين عننا في حاجات، بس احنا ممكن نتحمل مسؤوليه نفسنا ان احنا نلعب في اي نادي. تمام. فانا بقول لكل اب شايفنا دلوقتي ان احنا المفروض احنا بنات زينا زي الصبيان ونقدر نتحمل مسؤوليتنا. تمام. مفيش اي اب يعترض ان اي بنت تلعب في الكوره، بس يطمن عليها. بس والاطمئنان يجي منين؟ يجي من الفريق المدرب او الناس اللي بتدربك على قدر محترم من الاحترام ويكون مشهود، مش نجيب واحد من الشارع. ولا انا شايفه الكابتن طبعا كباتن كلهم من تمي، والكابتن من المنصوره راجل محترم. تمام. يعني كل الناس اللي موجودين معاكم فريق العمل فريق محترم. يعني انا لو ليا بنت اجيبها تلعب معاكم هنا وانا مطمئن عليها، فالاب او كده عايز يطمن على بنته والاخ عايز يطمن على اخته. اولا احنا واحنا صغيرين عشان يتخاف علينا، ده اول حاجه. بس انا برضك عايز اطمن عليكي، وانا بنقل الصوره لابوكي او والدك او باباكي او اخوكي ان انتوا هنا كويسين وبتلعبوا وبتمارسوا شغلكم وبتلعبوا علشان انت برضك ما تدوريش على حاجه مضيعه للوقت. احنا ورانا لاعبين كبار ان هم بيهتموا بينا اول حاجه، وبعدين بيهتموا بينا وبيدربونا كويس وواخدين بالهم مننا جدا اكتر. يعني لو بابانا معانا وكده مش هياخد بالنا اكتر من المدربين. تمام. طيب نشوف كده الكباتن هم بيتدربوا كده. ممكن المثال على 2 3 بس ولا لازم الفرقه كلها؟ لا الفريق كله يعني عادي نوري برضه. انت شايف النهارده وانت كابتن بلبل يعني غني عن التعريف، عرف نفسك كده بس الاول للناس طبعا اللي بيشوفوه. كابتن بلبل ابو المعاطي، مدرب عام فريق اول نادي الامير الرياضي. تمام. القسم الرابع ان شاء الله. مدير فني كابتن مصطفى السعدي. تمام. كابتن يعني انا شايف النهارده يمكن صورت مع البنات وبنات شغاله هي حلو وحاجه كويسه. انت ايه رايك في الفريق النسائي ده؟ ان شاء الله ديت فكره جميله قوي من الحاج محمود العزازي رئيس النادي، وطفره على مستوى تميل الانديه كلها. تمام. طيب يعني احنا امتى هنشوف الفريق ده شغال يعني وبيبدا ينزل بطولات وكده يعني؟ ان شاء الله اول ماتش في البطوله 21 يوم 21 في الشهر. 21 الشهر ده اول ماتش لهم في البطوله. مع مين بقى؟ يوم 1 مع صيد المحله. مع ايه؟ صيد المحله. صيد المحله. صيد المحله اول يوم 21 يوم 21 في الشهر. تمام. اول تمرين لهم اول ماتش في البطوله، اول تجمع يوم 21 ان شاء الله مع صيد المحله. يعني يوم 21 اللي جاي ان شاء الله. متوقع ان هم طبعا متوقع يفوزوا يا كابتن؟ ان شاء الله متوقع يعني بالاداء بالمجهود والحاج موجود والاداء موجود ان شاء الله يكون في حاجه اجمل. والمحافظه الدهليه يعني احنا اللي بنمثل تميل الامجاد كله وعلى وجه بحري احنا واسكندريه واتحاد السنبلاوين وصيد المحله. يعني انت ده فريق في السنبلاوين فريق نسائي؟ اتحاد السنبلاوين ان شاء الله. اتحاد السنبلاوين لسه برضه مبتدئ هنا، بس هنا ان شاء الله هنعدي كتير. الامير ان شاء الله معدي الكل ان شاء الله. ان شاء الله. مجهوداتكم ان شاء الله معانا وتشجيعكم لنا يا كابتن وائل ان شاء الله. ان شاء الله يكون في حاجات احسن واحسن كتير. طيب اللي انا شايفه في طفره حلوه قوي في نادي الامير الرياضي من مباني وانشاءات وتصوير، يعني في صوره عمل على الملعب،